بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد حياكم الله. ونستضيف في هذه الليلة المباركة أخونا الشيخ الدكتور فهد بن صبح ليلقي على مسامعنا محاضرة بعنوان سيرة العلامة عبد الله بن حسن آل الشيخ، فليتفضل الشيخ الدكتور مشكورا مأجورا. بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فخير ما أنفقت به الأوقات هو التدارس في العلوم، وخاصة العلوم الشرعية وما يتفرع منها، وخاصة تراجم العلماء الأئمة الأخيار الذين رضيت عنهم الأمة ولهم قدم صدق في هذا الدين. نسأل الله عز وجل أن يرحم موتانا وموتى المسلمين. اليوم حقيقة نتكلم عن شخصية ربما هي معروفة عند كثير من طلاب العلم وكثير من العلماء، لكن ربما هذا الجيل كما يقال الجيل الصاعد، أو كما يقال جيل الصحوة، الذي ليس له دراية ولا مساس في العلم ولا قراءة واطلاع، لا يعرف هذه الشخصية. وللأسف هذه الشخصية تعتبر من الشخصيات العظيمة في هذا الزمان، وهي من شخصيات الجزيرة العربية المشهورة، وصاحب فضل، ومن عائلة كريمة شرفت العرب في آخر الزمان بهذه العائلة، وهي عائلة آل الشيخ، عائلة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. ولا نريد أن نتطرق إلى النسب وإلى مكانة الشيخ كما تعرفون، ويمكن لنا درس سابق في التفصيل في هذا المجال. وهذه الشخصية هي العلامة عبد الله بن حسن آل الشيخ. ربما بعضكم لم يسمع بهذا الاسم، أو بعضكم يمكن سمع لكن ما قرأ حول هذه الشخصية. ووقع الاختيار عليها حقيقة للظروف التي نشأ فيها العلامة عبد الله بن حسن رحمه الله تعالى، وهو كبير قضاة الحجاز، وعلى عهد الملك عبد العزيز بدايات تأسيس هذه الدولة المباركة. طبعا هو العلامة، وهو سماحة العلامة عبد الله بن حسن بن حسين بن علي بن الحسين بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. هو العلامة عبد الله بن حسن بن الحسين بن علي بن الحسين بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. ولد في الرياض عام 1287، عام 1287 12 محرم بالضبط، 12 محرم من هذه السنة ولد هذا العلامة. نشأ في بيت عريق في العلم والنسب والفضل. ممكن لا نحدثكم عن بيت آل الشيخ، وهو بيت ولاد حتى الآن، فيه من العلماء والصالحين والأدباء، والذين قامت على أكتافهم هذه الدولة مترامية الأطراف. طبعا نشأ نشأة حسنة في حجر والده العلامة حسن بن الحسين، وحفظ القرآن وهو ابن 10 سنوات. الشيخ عبد الله بن حسن حفظ القرآن وهو ابن 10 سنوات. طبعا قبل أن نبدأ في الكلام على الشيخ، ذرية الشيخ اللي انشهرت، طبعا فيهم عبد الله وفيهم علي وفيهم إبراهيم وفيهم اللي انشهرت ذرية الشيخ، اللي انشهرت ذرية الحسن أو حسن وذرية الحسين. طبعا الحسين عالم، حسين ابن الشيخ محمد من العلماء المشهود لهم في زمنه، في زمن حتى زمن أخوه عبد الله الإمام عبد الله الذي مات في مصر. كان حسين ظهرت مشيخته وعلمه وفضله في زمن والده رحمه الله تعالى، والده الشيخ محمد المجدد. والحسن أو حسن هذا لا يعرف عنه علم، ولكن رجل فاضل من خيار ووجهاء المسلمين. مات في معركة الغرابة، متقدم مات. لكن الذي انشهر الآن هم ذرية الحسن، اللي منهم الآن المفتي، ومنهم
ومنهم صالح آل الشيخ، ومنهم العبد اللطيف اللي قالهم العبد اللطيف، هذول منهم عبد الرحمن بن حسن وغيره، شهروا أبناء هذا. أبناء الحسين أيضا علماء وأيضا لهم شهرتهم، وأيضا هذا أبناء الحسين من أشهر من أخذ عليهم طبعا الشيخ ابن باز امتاز بأنه أخذ على الشيخ محمد بن إبراهيم، يعني يمكن شيخه اللي يعني تفرد به محمد بن إبراهيم، أيضا له مشايخ من ذرية الحسين. فذرية الحسين هي علماء متسلسلة، مثل هذا الشيخ عبد الله بن حسن ابن حسين ابن علي ابن حسين، كلها سلسلة علماء، كلها سلسلة علماء، هذا رحم الله الجميع. بعد أن أتم 10 سنوات وحفظ القرآن، شرع في طلب العلم والتزود من العلم والتردد على حلقات العلماء، خاصة لازم والده الشيخ حسن بن حسين، وكذلك علامة نجد عبد الله بن عبد اللطيف. عبد الله بن عبد اللطيف هذا حسني، عبد الله بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن من ذرية الحسن. والفقيه أيضا لازم الفقيه محمد بن محمود، وكذلك المحدث إسحاق بن عبد الرحمن بن حسن، واللغوي صاحب اللغة المشهور حمد بن فارس، والفرضي عبد الله الجلعود، والمحدث سعد بن عتيق. نلاحظ أن عبد الله بن حسن رحمه الله يعني تنوعوا مشايخ وأساتذته، تنوعوا كلهم في علوم، في اللغة، في الحديث، في يعني في علوم الشريعة، في الآلة، غير أيضا المجالس التي كان يجلس بها عند والده وآل الشيخ، كان لهم حظوة وكان لهم مكانة، كان يحضرها الوجهاء والعلماء والملوك والعقلاء، كان هذه المجالس. فهو هذا الشاب أو هذا الناشئ نشأ في هذه المجالس، مجالس آل الشيخ ومجالس العلماء ومجالس كبراء الدولة. طبعا هذا التنوع في الفنون أورث عند عبد الله بن حسن المتانة والرسوخ العلمي. هناك رسوخ علمي خاصة في جانب الذي يعني تفرد فيه آل الشيخ، وهو العقيدة، دقائق العقيدة، وخاصة توحيد الألوهية، دقيقين جدا آل الشيخ وعلماء نجد في هذا الباب. هذا الباب يكاد يعني حسب قراءاتي يعني كما يقال متواضعة، يعني حقيقة متواضعة ليست تواضع، يعني حسب اطلاعي أنه عندهم دقة في هذه المسائل، مسائل العقيدة، يعني لا يكاد يباريهم أحد في هذا المجال. يمكن حتى نسائهم في المسألة هذه يعني مبرزين من غيرهم. ممكن بعض العلوم عندهم الأخرى عندهم لا شك أنهم فيهم محدثين، فيهم أهل اللغة، فيهم الأدباء، وفيهم الفقهاء، لكن هذا الباب الذي يعني تحتاجه الأمة، وهو خلاصة رسالة الأنبياء توحيد الألوهية، هم مبرزين في هذا الباب. لذلك أنا أنصح حقيقة من يريد أن يعني يهتم أو يعني يبدأ بهذا الباب أن يقرأ لأئمة الدعوة النجدية، وخاصة آل الشيخ، والمعاصرين الآن صالح آل الشيخ. صالح آل الشيخ فهو مبرز في هذا الباب، يعني تقرأ له يعني كما يقال يعني تحترم نفسك إذا قرأت له. هذا الرجل العالم صراحة جبل من جبال العلماء يعني. طبعا هذا كما قلنا أن تنوع المشارب أو تنوع الأساتذة جعل عنده حصيلة علمية، وأيضا هناك تطور، أصبح عنده تطور في طرق التعليم في ما بعد ذلك، وأيضا أكسبه التعامل مع الناس وإنزال الناس منازلهم. كان وهذا من أهم الأسباب اللي ممكن وقع اختياري على شخصية هذا الرجل، وأنا من زمان كنت أقرأ حول عبد الله بن حسن، لكن هذه اللي يمكن اخترتها. عندنا شخصيات وقامات في هذا الزمان، في زمان عاصرته، يعني مثل محمد بن إبراهيم وغيره، وعبد الله بن عبد اللطيف، هذا أسماء يعني أسماء لها وزنها يعني. لكن من الأمور اللي يعني أنا شدتني أن كان في زمن نشوء هذا الرجل، في زمن طلب العلم، كان هناك فتن كقطع الليل المظلم. هناك خلاف بين آل سعود، أنهك الدولة
حتى أن الدولة السعودية الثانية سقطت بسبب هذا الخلاف وتطاير الشرر في هذا الزمان. فكان رحمه الله الناس يشتغلون في الفتن والشرور وهو كان يشتغل في العلم والعبادة، وهذا من توفيق الله عز وجل. والله عز وجل هيأه فيما بعد وهو خبأها الله عز وجل لهذه الجزيرة العربية بأن ظهرت هذه الشخصية الفذة. فلذلك كان في زمن طلب العلم زمن فتن، وهو من يعني ما حدث بين الأسرة وسقوط الدولة السعودية الثانية، وكان الناس يشتغلون بالفتن والشرور وهو منشغل في العلم والعبادة ومعالي الأمور. لما استولى الملك عبد العزيز على الرياض رأى فيه الكفاءة والتقوى والتفوق العلمي، فعينه مدرسا وإماما في مسجد والده الإمام عبد الرحمن الفيصل في الرياض، جعله يعني، وهذه المكانة دائما الملوك والأمراء ما تضع يعني على اسمها أو مكان الذي هم فيه إلا من هم أكفأ الناس، فرأى فيه من النباهة ومن النبوغ ما أهله وكان شابا يعني في هذا الزمن. أيضا لما في عام 1337 بدأ الملك عبد العزيز بتوطين البوادي. كان عنده خطة رحمه الله أنه شاف أن الجزيرة العربية يعني الغالب فيها هي البادية، والبادية لا يستقر يعني لا تستقر لها قرار، والعلم ودائما يكثر الجهل فيهم، والجهل طبعا هو مجلبة كل الشرور. فرأى الملك عبد العزيز أنه يوطن ويحضر هذه البوادي التي أصبحت هذه البوادي دعامة من دعامات الدولة وفي نهضة هذه الدولة الفتية، وأصبحوا هم قادة الجيوش، وهم الآن يعني يتبوؤون المناصب بسبب هذه الفكرة التي يعني وفق الله عز وجل الملك عبد العزيز لها، وهي توطين البوادي. فرأى من هذه الشخصيات الفذة التي يعني لها ميراث ولها تجربة وأكسبته المجالس السابقة أو العلم السابق أنه يضع عبد الله بن حسن رحمه الله لمكانته العلمية ومكانته أيضا الاجتماعية، فبعثه معلما ومرشدا في هجرة الأرطاوية اللي فيها زعيم مطير المعروف فيصل الدويش رحمه الله تعالى. فأثمرت هذه المجالس وهذه الدعوة في هؤلاء الأعراب، حتى أن حولت طباعهم من طباع البوادي اللي تعرفونها يعني ليست بخافية، يعني احنا أهلنا منهم يعني مو شيء غريب ولا هو عيب يعني. فسبحان الله، وهذا لمسناه من الأجداد يعني بعض اللي يحدثوننا يعني تجد الآن الجيل الذي يعني مثل جيل جدي الذي عاصر هذه يعني اللي كبرى عاصر الأحداث هذه متعلم، بينما الجيل الذي بعده بعد ما خبت دعوة الإخوان جيل لم يتعلم. ففعلا كانت يعني هذه الفكرة صائبة جدا وآتت ثمارها بالفكرة هذه، وأن الملك عبد العزيز فعلا يعني فيه رجال ساعدته، فعبد الله بن حسن محمد بن إبراهيم وعبد الله العنقري كلهم يعني ساهموا في توطين البوادي وفي تعليمهم الدين، وأيضا أصبحت هذه البوادي هي التي تفتح المدن في بعد ذلك، ويعني طبعا مع الحواضر ليست هي يعني لوحدها، لكن معهم أصبحوا يكونون جيشا وحد الجزيرة العربية. في ذلك هذه الفكرة كانت صائبة وكانت في محلها. طبعا لما نجح في هذه المهمة عبد الله بن حسن رحمه الله جعله الملك عبد العزيز مصاحبا له في أسفاره وغزواته وواعظا للجيش في هذه الغزوات في توحيد الجزيرة العربية، وأيضا كلما غزا أحد من أبنائه أرسله معه مع سعود بن عبد العزيز ومع فيصل. وكان يمكن أن آخر الغزوات التي غزاها يسمونها عام الرغامة، البدو يعرفونها بالاسم هذا. فكان يعني وكانوا لا يقطعون أمرا إلا يستشيرون هذا الرجل، سواء في الجانب السياسي أو في الجانب الديني أو في الجانب الاجتماعي، لمكانة هذا الرجل الفذ حقيقة التي الله عز وجل جعله خبيئة للمسلمين في هذا الزمان. فلذلك الله عز وجل يعني إذا أراد أمرا هيأ له أسبابه،
فوجود شخصية مثل الملك عبد العزيز جعلت هناك شخصيات تنجذب له، وأصلح الله حال المسلمين في هذا الزمان بهذه الأمور. طولنا عليكم ولا؟ لا. لما استولى الملك عبد العزيز رحمه الله على الحجاز، لما دخل الحجاز واستولى عليه وضمه إلى نجد، أصبحت يعني سلطان نجد والحجاز وملحقاتها من هالاسم. لما تطور بعد ذلك أصبح المملكة العربية السعودية، وقد أصاب من أشار على الملك عبد العزيز بهذا الاسم، المملكة العربية السعودية. وهذا ليس بدعا من ليس بدعا من المملكات أو القول، إنما كثير من الأمور تسمى باسم المؤسس. لما استولى الملك عبد العزيز على الحجاز عينه إماما وخطيبا للمسجد الحرام عام 1344، إماما وخطيبا للمسجد الحرام. وهذا منصب أعتقد أنه يعني في هذاك الزمان ما يوضع في هذا المكان إلا من كان له أهلية وكان استعداده يعني يؤهله إلى هذا المكان العظيم. وفي عام 1346 أسند إليه الملك عبد العزيز منصب رئاسة القضاء في الحجاز، أعطاه قضاء الحجاز كله كامل أيضا مع هذه المناصب الأخرى يتقلدها. وهذا يعني مما رأت الدولة فيه، هذا يعني أصبح ساعد لهم وذراع في الحجاز. بعد ذلك يعني أنتج في الدعوة السلفية، انتشرت في الحجاز بسبب يعني هذا الرجل وغيره يعني من العلماء. أيضا أضيف إلى عمله كذلك رئاسة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعيين الأئمة والخطباء، وهو المشرف العام على شؤون المسجد الحرام، والمدرسين والوعاظ لا يتعينون إلا عن طريقه. في ذاك الوقت يمكن يعني كان الوضع خاصة في الجانب العقدي حساس، فكانوا يعني وضعوا هذا الرجل حتى المدرسين في المسجد الحرام والأئمة والخطباء والدعاة والوعاظ ينضبط حالهم ويصلح حالهم، يعني اللي منضبط واللي ما هو منضبط يعدل أموره. لأن كما تعرف أن هذه الدولة السلفية، وهي دولة تحمي يعني هي دولة الإسلام، يعني انضوى تحتها وعاش تحتها كل الفرق. يعني تعرفون الجزيرة العربية فيها الشيعة، وفيها الإسماعيلية، وفيها الصوفية، وفيها الأشاعرة، وفيها المتمذهبين، وفيها القبائل، وسبكتهم هذه الدولة السلفية بمواطنين يعيشون تحتها. إن أظهر الرجل خلاف هذا الأمر نوقش ويعني بالتي هي أحسن، ولا حيل إلى القضاء الشرعي يحكم فيها القضاء الشرعي. لكن نجد أن من يدعي الآن الحرية ويدعي الديمقراطية ويدعي ما تستطيع يعيش تحته إلا من هو على شاكلته. فحقيقة هذه الدعاوى يعني ليست حقيقة، لكن على محك وعلى التجربة. والآن نرى ما هو حاصل الآن موجود، الناس كلها توكل سرائرها إلى الله عز وجل، ومن أظهر غير ذلك يحال إلى القضاء الشرعي. طبعا بلغ مبلغا كبيرا من العلم والخبرة والتجربة، ومع ذلك وهبه الله عز وجل عقلا راجحا وفكرا ثاقبا وفراسة صائبة. والقاضي يتميز دائما بهذه الأمور، فهو هناك استعدادات فطرية موجودة عنده أضيف إليها العلم الشرعي والتجربة التي حنكته. وبالجملة كان هو الأذن السامعة والعين الباصرة للحكومة السعودية في الحجاز لحساسية الأمر في هذاك الزمان. وكان له نشاط دعوي في الصيف في المدينة النبوية، وكذلك الإشراف على المحاكم والمدرسين في المسجد النبوي كذلك. فالرجل كل عمله إيش؟ دعوة ونشاط، ما فيه إجازات، ما فيه خميس وجمعة، ما فيه والله بروح أصيف مع العيال، ما كله يعني الله عز وجل جمع له هذه. وهذه سيرة علماءنا، يعني الشيخ ابن باز يمكن سنين ما يعرف لا إجازة ولا جمعة ولا فتاوي وعلم وتدريس، صار هذا هي حياته التي يعيش ويتنفس بها، وهذا من توفيق الله عز وجل للإنسان.
أيضا ثم صار له نشاط أيضا في الطائف في الصيف. كان الصيف أول بدايات الدعوة كان في المدينة يرتحل لها يجلس فيها الصيف كله. وبعد ذلك لما استقرت الأمور أصبح هناك علماء ودعاة أيضا مد نشاطه إلى الطائف بعد ما كبر في السن. وهذه الأعمال الكثيرة مع هذه الأعمال الكثيرة كان كثير الاطلاع على ما يطبع وما يرد إلى البلد من مطبوعات ومجلات وجرائد ومطبوعات جديدة، كله كان يطلع عليها ويقرأها وينقدها ويكتب فيها ويرسلها. فهذا يعني هذا الله عز وجل يهيئ، لا شك أنها بركة من الله عز وجل. وكذلك يقيم حلقات العلم ويفتي ويدرس ويعلم الناس، وله طلبة كثر في الحجاز. كثر طلبته حتى أنه يعني أصبح يعني مرجع الناس في هذاك الزمان. في حتى على وقت ابن إبراهيم كان موجود، ابن إبراهيم كان ماسك نجد واللي حولها، وعبد الله بن حسن ماسك الحجاز وما حولها. فكان يعني الدولة كانت لها جناحان يعني، وأكرم وأنعم بهالجناحين هذولا. فكان أيضا له تلاميذ، منهم أخوه عمر بن حسن، له يعني فيما بعد يعني مكانة في الدولة، وأبنائه الثلاثة. ومن أشهر أبنائه حسن بن عبد الله بن حسن، أظن تعرفون، الأديب المؤرخ الفاضل اللي صار وزير المعارف في عهد الملك فيصل، توفي أول الثمانينات الميلادية. رجل فاضل يعني، له كتابات وله مشاركات أدبية ويعني وتاريخية، وكان رجل يعني من فضلاء هذا الزمان. يعني حسن بن عبد الله بن حسن من فضلاء هذا الزمان، ومعروف يعني عند القارئين وعند المطلعين، وأبناء الآخرين أيضا كذلك لهم فضل كبير. حتى تلاميذه أنا ما بغيت أذكر اللي مثل من هالنجد والمعروفين، هذا معروفين ومدونين وكذا. حاولت أني أذكر بعض الأسماء اللي يمكن تكون علينا يعني غريبة شوي، ونحن متعودين أن دائما تلاميذ مشايخنا هم نفس العوائل المعروفة اللي عندنا. من تلاميذه عبد الظاهر أبو السمح، تعرفون هذا اللي صار هو من أنصار السنة وصار بعدين إمام في الحرم، مصري. وكذلك واحد اسمه سليمان أباضة، بعد هذا من تلاميذ المبرزين. وكذلك علي المحمد الهندي، وعبد الغفور العطار، تعرفون هذا الكاتب اللي له المصحف والسيف أو من الكتب هذه. والشيخ محمود شو، ما أدري هندي ولا. وسعيد تكروني كذلك من تلاميذه، وحسين عزمي، وغيرهم من الخلق كثير، فيهم الشثور وفيهم غيره من العلماء المشهورين المعروفين في هذا الزمان. هناك صفة تميز فيها هذا الرجل، صفة يعني يكاد لما تقرأ اللي الرخولة واكتبوه عنه في حياته، لأن لما توفي رحمة الله عليه يمكن أخذت الجرائد والمجلات في عهده يمكن أخذت مدة طويلة تكتب عن هذا الرجل، لأن يعني أحدث رجة في الجزيرة العربية موت هذا الرجل. من الأمور كلهم يعني يكادون يعني يجمعون على هذا، غير الصفات الأخرى اللي عنده. هو يعني تميز بميزة الشيخ رحمه الله، وهي الموالاة لله. كلهم يجمعون على هذه المسألة، وهذه ترى ما يعني هذا من استكمال الإيمان يعني ما يستطيع عليها كل إنسان أنه يقول يعطي لله ويمنع لله ويحب لله ويبغض لله، ولا عنده في مسألة الأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر لا كبير ولا صغير عنده، يعني كلهم سواء في هذا. وكذلك يعني غير صفته يعني بحبه للمساكين وعطفه على الناس ولين الجانب عنده، وكان قريب الدمعة وكان كثير الصدقات. هذا الرجل يعني سبحان الله، الله عز وجل جعل فيه هذه الصفات، وهذا وما يلقاها
إلا ذو حظ عظيم. الذين صدقوا وما يلقى إلا ذو حظ عظيم. لا شك أن هذا فضل من الله عز وجل ومنه على هذا الرجل. وفعلا لما تقرأ سيرة هذا الرجل يعني تقول يعني في نفسك جزا الله الإسلام عنا كل خير، اللي أخرج من هذه الجزيرة العربية ومن نجد التي لا يعني بالتاريخ السابق ما يعرف عنها إلا أن الشيطان تمثل على رجل نجدي أو أن جاء أعرابي من نجد، لكن الله عز وجل أظهر الإسلام، أظهر هؤلاء الرجال لنا في الجزيرة العربية الذين الآن نتفيأ ظلال هذا الأمن وهذه الدولة بفضل الله عز وجل. طبعا استمرت حياته المديدة على نفس الحال، لم تغيره المناصب التي تقلدها ولم يعني تغيره هذه المكانة العالية التي وصل إليها، بل ظل سمت العلماء فيه وزهد السلف الصالح والتواضع وحب المساكين في هذا الرجل. طبعا نعت الإذاعة السعودية في صباح يوم السبت 7 رجب 1378 هذا الرجل عن عمر يناهز 93 سنة قضاها في العلم والعبادة والعمل، وكان لخبر وفاته وقعها الشديد على الناس في المملكة العربية السعودية، وهذا الرجل قامة من قامات الجزيرة العربية في هذا الزمان. نسأل الله عز وجل أن يرحمه بواسع رحمته وأن يلحقنا معه في الصالحين. جزاكم الله خير على حسن الاستماع. بس هذا اللي عندي، يعني ما عندي شيء. بارك الله فيك. نشكر الشيخ الدكتور على هذه الكلمات الطيبة التي تأتيه باستفسار بناقش الشيخ كأن في عينيه سؤال. طبعا هو هذا الذي يروى شفاهة ويروى طبعا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب